أول يوم شغل إيه اللي هيحصل وإيه المتوقع من حضرتك؟ جالي سؤال دلوقتي، واحد اتقبل في شركة وبكرة إن شاء الله أول يوم شغل ليه، وأول يوم فعليا هيحط رجله في أول شركة اتقبل فيها. فتعال أقول لك على شوية نصايح وشوية تيبس كده بسيطة وشوية حاجات حاول اللي أنت ما تقعش فيها في أول يوم شغل ليك من اللي أنا شفته في الفترة اللي أنا اشتغلتها في الشركات، وفي نفس الوقت الغلطات اللي انا وقعت بيها. خلينا نبدا بالغلطه اللي انا وقعت بيها اول ما بدات اول شغلانه ليا. اول شغلانه ليا كانت وانا في الكليه، عمري ما هنساها في حياتي. كانت وانا في تانية كليه، وكانت في محافظه غير المحافظه اللي انا يعني الكليه بتاعتي فيها. سافرت طبعا ورحت الشركه. طبعا الشركه كانت في المحافظه بتاعتي يعني اللي انا ساكن فيها، ولكن كليتي كانت في محافظه تانية. مش عايز اطول عليك، رحت الشركه دي. أول يوم أنا وصلت الشركة الساعة 7:30 أو 8 إلا تلت بالظبط. طبعا أنا وصلت يعني قدام باب الشركة، يعني متوقع إن أنا حد مثلا يفتح لي أو كده، طبعا ما حدش عبرني. وبعدين اكتشفت إن أول يعني واحد بيجي أصلا كان الساعة 9 أو الساعة 10، مش متذكر قوي. فضلت واقف وقت طويل قوي قدام الشركه ومستني حد، وبعت للاتش ار الساعه 8 اللي انا وصلت. طب ما فيش حد في الشركه. طبعا كانت اول شغل وما كنت يعني متوتر بقى عايز اوصل بدري والكلام ده. بعدين اكتشفت ان هي اصلا فليكسبل اور، توصل 8 توصل 9 توصل 10 توصل 11. الموضوع ايه مفتوح معاك. المهم بيبقى في رينج كده بتوصل فيه، وبتختلف من شركه للتانيه. هنا بقى نقطه مهمه، هل لو انا اتصلت بالاتش ار قلت له لو سمحت المواعيد العمل عندكم من كام لكام، هيبقى فيها احراج؟ ما اعتقدش. هتكلمه قبل ما تبدا اول يوم ليك في الشركه وتقول له لو سمحت مواعيد العمل عندنا من كام لكام. هيقول لك والله فليكسبل اور، المفروض تيجي مثلا من 8 ل 10 او من 9 ل 10، مفيش مشكله. فانت حاول تروح في الرينج المتوسط اللي هو مثلا 9 9 ونص، يكون الناس بداوا يجوا، مفيش مشكله خالص. طيب اول ما تخش الشركه، اولا ما تروحش لابس بدله. يعني معظم شركات السوفت وير اللي احنا شغالين فيها محدش بيلبس بدل وهو قاعد شغال على اللابتوب او بيكتب كود. طبعا انا ما عملتش الغلطه دي الحمد لله، ولكن شفت ناس كانت اول شغل ليها بتلاقيه جاي لابس بدله ومنمق جدا. طبعا يعني ليك كل الاحترام، ولكن فعلا انت مش مطالب تلبس الكلام ده نهائيا. يعني انت بعد اصلا ما بتقعد في الشركه شويه بتبدا تمشي بالكروكس في الشركه، تمشي حافي وقت الصلاه. فالموضوع طبعا مع اللي انت تقعد وتعاشر الناس اللي موجوده بتلاقي الموضوع مريح جدا. فما تكتفش نفسك في اول يوم، عادي خالص روح الشركه لابس هدوم نظيفه وخلاص، مش لازم بدله وجرافطه والكلام ده. طيب اول ما اخش الشركه اعمل ايه؟ هل افتح اللاب بقى واقول لهم يلا اديني الريبوز، ايه الباجز اللي عندكم، ايه الفيتشر اللي هنضيفها؟ اياك تعمل كده، لان يعني ما حدش اولا هيديك الاهميه اللي انت متخيلها. يعني ما تفكرش ان انت هتروح الشركه انت هتبقى الاب الروحي للمكان. لا عادي، كل الناس اللي موجوده عندها اشغالها وعندها التاسكس بتاعتها اليوميه اللي بيبدا يشتغل عليها من اول ما بيوصل. فمطلوب من حضرتك في اول يوم اول ما تخش تبدا تكلم الاتش ار. مين هيبدا يعمل لي اون بوردنج للموضوع؟ مين هيبدا يفهمني السيستم ماشي ازاي؟ لو حد من البيزنس ماشي، في ديفيلوبر هيتولاك ماشي. المهم تبدا اول يوم ده تعمل سيت اب كامل لكل حاجه انت محتاجها في الشركه دي. السيت اب الكامل دوت من التشانلز كتير. يعني مثلا محتاج اكونت على جيرا او اي مانجمنت او تاسك مانجمنت هم شغالين عليه. مثلا محتاج تجوين معاهم على سلاك او تيمز ايا كان برضه هم شغالين على ايه. يا جماعه فين الاكونت الشركه بتاعي اللي انا هبدا اتعامل بيه وابدا استخدمه في كل البلاتفورمز دي؟ طبعا مش هتستخدم الاكونت الشخصي بتاعك، هم بيدوك اكونت خاص بالشركه بتبدا تخش بيه في كل الحاجات دي، جيت هاب، جيرا، تيمز، سلاك، ايا كان هم شغالين بايه. مش مطالب من حضرتك تبقى اكسبيرت في كل الكلام ده. يعني لو انت حرفيا دي اول شغلانه ليك وانت مثلا جوين از جونيور، فانت مش مطالب تبقى عبقرينو في جيرا مثلا. يعني عادي جدا اللي انت ما تعرفش هتبص على التاسكس منين، تجيب البورد بتاعتك منين. الكلام ده كله بتبدا تعرفه مع اول كام يوم، ده شيء طبيعي جدا. طبعا يفضل انت تقرا شويه عن الادوات اللي هم بيستخدموها. يعني مثلا حاجه زي جيت هاب او مثلا بيستخدموا جيت لاب، فتبدا تتعرف عن البلاتفورم دي. البلاتفورم فيها ايه الخبايا اللي فيها، فين البايب لاينز، فين الاكشنز، فين الريبوز. الكلام ده كله
مش مطالب اللي انت تبقى محترف فيه من اول يوم، ولكن مطالب اللي انت تبقى عارفه، لان انت مش هتخش يعني تقعد مش فاهم حاجه خالص. فالنقط البسيطه دي مش هتفرق قوي، يعني ما تخشش بحماس قوي اللي انت عايز تعرف كل حاجه في اول ربع ساعه انت قعدتها مع الناس اللي موجوده في الشركه. طيب اهتم بايه اكتر؟ اهتم ان انا ابدا اعرف كل شخص موجود في المكان بيأكت از ايه. خد بالك ساعات بيبقى السينيور هو اللي ماسك الليله، يعني فوق التيم ليد، يعني في بعض الاحيان بتلاقي السينيور هو اللي بيسوق الليله كلها، في بعض الاحيان بتلاقي تيم ليد محترم وشاطر جدا، في بعض الاحيان بتلاقي البيزنس تيم هو اللي طاغي على المكان والانفايرمنت. فانت اول كام يوم دي او اول فتره ليك في الشركه ما يبقاش هدفك اللي انت عايز تكتب كود، انت اكيد هتثبت نفسك والكلام ده، ولكن خلي هدفك اللي انت تعرف مين بيحرك المكان اللي موجود. طبعا هو المفروض في رولز معينه، ولكن انت بنظرتك هتعرف الانفايرمنت دي ماشيه ازاي. برضه ما تبقاش من اول يوم، لان بشوف شباب كتير قوي بتبقى لسه داخله الشركه وعايزه تتعرف على كل الناس وتقعد تحكي مع كل واحد ساعه واتنين. ما تعملش كده خالص. انت بتبدا تتعرف عليهم مثلا وقت الغداء، رحنا نتغدى فانا هبدا اتعرف على الناس اللي موجوده، اسمائهم ايه، شغالين ايه، كل واحد. طبعا انت اصلا المفروض قبل ما تروح الشركه بتخش على لينكد ان تفور البروفايلات كلها اللي موجوده، يعني مفيش بروفايل موجود على لينكد ان موجود في الشركه دي انت مش بتشوفه، تبدا تشوف كل واحد شغال ايه وايه الاكسبيرينس بتاعته، ويا بقى لو انت اصلا اتكلمت معاه او قبل كده فيبدا يديك معلومات اكتر عن الشركه دي. بس ما تبقاش مدلوق، يعني خش الشركه باحترامك وبادبك واطلع بيها باحترامك وبادبك، ما تهنش نفسك قدام حد عشان يديك معلومه، كده كده غصب عنه هيديك كل اللي انت محتاجه. وقت الصلاه مثلا بعد ما خلصنا صلاه تشوف مين اللي انت مرتاح له شويه، مش مرتاح له دي اللي انت هتروح تصاحبه، لا، مرتاح له اللي انت ممكن تعرف منه معلومه اتنين تمشي اول يوم وتاني يوم ليك. مش مطالب منك تفتح اللاب وتحل باجز وتشتغل على فيتشرز نهائي، مطالب منك تبقى هادي وراسي، تعمل الانفايرمنت، تعمل السيت اب بتاعك على الجهاز، لو في جهاز هتستلمه تبدا تظبطه، تبدا تخش بالاكونت بتاع الشركه في الحاجات اللي هم شغالين بيها، وتبدا تتوكل على الله في البورد، تفهم بقى البروجكت. مطالب منك برضو يعني في البدايه كده لو انت شخص جونيور يعني لسه بتبدا، اول ما تاخد اكسس على الريبوز اللي هم شغالين عليها تبدا تنزلها على طول. واليوم ده معلش تعالى على نفسك شويه، ولما تروح ابدا بقى شوف الكود. دي اول شغلانه ليك يا صديقي. لو انت سينيور مش هتعمل كده قوي، يعني انا دلوقتي ما بعملش كده عادي، انا بجوين الكلام على ايه. ولكن لو انت جونيور اكيد انت لازم تبقى عارف ايه التولز ماشيين ازاي، فين البايب لاينز، فين الباكجز اللي بيستخدموها، الكود ماشي ازاي، ازاي بيشتغلوا، ايه البرانش استراتيجي اللي هم بيشتغلوا بيها، هنرفع ازاي، طب انا هتعامل في انهي برانش، طب ايه البرانش البرودكشن. تبدا تتعرف على كل ده من خلال الكود. كده كده هيدوك برضو، يعني في واحد هيقعد يعلمك الكلام ده او يبدا يفهمك هم السايكل بتاعتهم ازاي، ولكن الافضل اللي انت تعمل ده لوحدك. فلما يجي يديك المعلومات دي انت اوريدي عندك المعلومه، ولكن هو بيبدا ياكد لك المعلومات اللي انت اوريدي عرفتها، فتبدا تبني عليها وتبني على اساسها وتبدا تكمل في الشركه دي بكل اريحيه. ما تضغطش نفسك اول كام يوم اللي انت تثبت نفسك، انت مش جاي عشان تبقى بيل جيتس، لا عادي خالص، تعامل بكل اريحيه، ولكن خلي هدفك وشغلك الشاغل اللي انت فعلا تفهم الشركه دي ماشيه ازاي، لان كل شركه بيبقى فيها كده ايه، يعني شويه حاجات مختلفه عن الثانيه ومش كلها ستاندر. وطبعا اللي سأل السؤال ده انا جاوبته عليه طبعا في فويس، هو مش هيستنى الفيديو، ولكن قلت عشان كل الناس تعرف المعلومات. ومن هنا قررت قرار لذيذ قوي، اللي انا ان شاء الله هعمل سلسله كده جميله قوي اسمها كواليس الشغل في الشركات. كواليس الشغل في الشركات، فلو حضرتك مهتم وهتكمل معانا السلسله دي، الفولو واللايك والكومنت والسبسكرايب والحاجات اللذيذه دي، واشوفك في فيديو تاني ان شاء الله نبدا نكمل السلسله دي، والسلام عليكم.